السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من كورة كل يوم. أول كلامنا وخير الكلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحمنا وارحم مشايخنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رد القدس إلى أهله، اللهم رد القدس إلى أهله، اللهم رد القدس إلى أهله. اللهم القدس في حفظك وأمانك. اللهم فك كرب المكروبين وسد دين المدينين وارزق كل عقيم. اللهم اغفر لشيخنا وإمامنا العظيم الشيخنا الفاضل الشيخ أسامة عبد العظيم، اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم بعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. حلقتنا النهارده وقرعة نارية في دوري أبطال أوروبا، وهنشوف الليفر هيقابل مين والريال هيقابل مين والسيتي هيقابل مين والبايرن. الأهلي وحقوق الرعاية والبث التلفزيوني. أين الرعاة لفرق الدوري؟ وسعر 30 ثانية للنادي الأهلي بكام والباقي الأندية بكام؟ مشاهدات أبو ظبي يوم السوبر بتقول لك مين السوبر. حازم إمام ومحاولات مستميتة للفوز الزمالك بكل السبل، وكلاتنبرج أكل الملوخية. أول حلقتنا النهاردة دوري أبطال أوروبا والقرعة المثيرة. المباراة الأولى لايبزيج الألماني أمام مانشستر سيتي، ومواجهة مباراة الذهاب في ألمانيا والعودة في إنجلترا. تاني المواجهات كلوب بروج البلجيكي أمام بنفيكا البرتغالي، والمواجهة الأولى لكلوب بروج في بلجيكا. ثالث المواجهات ليفربول ومواجهة نارية. بعد ما تقابل في النهائيات مع ريال مدريد، بيتقابل في دور الثمانية مع ريال مدريد. دور ال16 آسف. هيقابل ريال مدريد في دور ال16. ليفربول وريال مدريد. المواجهة الأولى في إنجلترا في معقل الليفر، والعودة في أسبانيا. المواجهة الرابعة اي سي ميلان هيقابل توتنهام الإنجليزي. المواجهة الخامسة انتراخت فرانكفورت الألماني هيقابل نابولي الإيطالي. والسادسة بروسيا دورتموند الألماني وتشيلسي الإنجليزي. السابعة انتر ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي. الثامنة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني. عندي من إنجلترا 4 فرق إنجليزية، ومن ألمانيا 4 فرق ألمانية، و2 من البرتغال، وفريق من بلجيكا، وفريق من أسبانيا فريق واحد برضو، وفريق واحد من فرنسا. مباريات هتكون مثيرة جدا. الذهاب هتكون 12 و13 و14 فبراير، والعودة 4 و5 و6 مارس 2023. نيجي للأهلي وحقوق الرعاية وكلام كتير وكلام كبير. الأهلي نهى الاتفاقات مع 5 رعاة حتى الآن: اتصالات، وبنك أبو ظبي، والبريد المصري، ودهانات صيب، وتايجر الشيبسي. 5 رعاة نهوا الإعلانات مع الأهلي. 2 أجانب إماراتيين عرب، و3 مصريين. البريد المصري ورعاية الجيش المصري. البث التلفزيوني، الأهلي نهى البث التلفزيوني ب 660 مليون جنيه على 4 سنوات، بما يعادل 165 مليون جنيه في السنة الواحدة. نادي الأهلي لو زعل لوحده كان عنده عرض جبار من أبو ظبي، من قناة أبو ظبي للنادي الأهلي. كان العرض هيخش
مليار و500 مليون جنيه في 4 سنين، أي ما يعادل 375 مليون جنيه سنويا. يعني كنت بتتكلم ان رعاية الاهلي من بث تلفزيوني واعلانات هتعدي المليار ونص في السنة. كانت هتبقى رعاية ما حصلتش ولا هتحصل لأي نادي تاني في مصر. هيبقى الاهلي هو اللي بيضع قدمه في البداية برعاية عالية جدا جدا. احنا دلوقتي عايزين نشوف باقي أندية الدوري هتبيع مطوشتها بكام. احصائية بسيطة جدا، ال 30 ثانية في الإعلانات في مباريات الأهلي بتوصل من 38,000 جنيه ل 45,000 جنيه. مباريات الأخرى اللي ما بيكونش فيها طرف الأهلي لأي أندية تانية، سواء الزمالك مع أي نادي تاني أو أي فريق تاني في الدوري، 30 ثانية من 24,000 جنيه ل 25,000 جنيه. هي دي حقوق الرعاية، أو هي دي قيمة باقي فرق الدوري بره الأهلي. بنتكلم ان باقي فرق الدوري غير الاهلي قيمتهم نص الاهلي او اقل من النص. فرق كبير جدا. لما نادي زي نادي الزمالك اقصى راعي يجيله على صدر التيشيرت جايله ب 8 مليون جنيه سنويا، يعني الاربع سنين ب 32 مليون جنيه. الزمالك اللي راح عرض نفسه على بريزنتيشن وطلب منهم 70 مليون جنيه في السنه على الاربع سنين ب 280 مليون جنيه. لما تفاجأ الزمالك وإدارة نادي الزمالك بالمبالغ اللي النادي الأهلي كان بيقول عليها مبدئيا، والضغوط اللي حصلت على الشركة القطرية عشان خاطر تاخد بجنب رعاية النادي الأهلي رعاية نادي الزمالك، والشركة القطرية رفضت. طب بقى بدل من ده كله ما عندك مولتو صاحبها الزملكاوي اللي كان حاططها السنة اللي فاتت على تيشيرت الإسماعيلي وعلى تيشيرت الزمالك، ليه ما جبتوش راعي على ظهر التيشيرت؟ ولا مولتو بعد الخسائر اللي حققها السنه اللي فاتت قال لك انا مش هرعى الزمالك من تاني؟ كنتاكي اللي كان احد رعاة الزمالك في الالفينات، في بدايه الالفينات، ورفض انه يرعى الزمالك تاني. هو موسم واحد، الناس دي كلها بتروح بترعى الزمالك موسم واحد وبعد كده بتتغير بتمشي. الرعايه اللي كانت موجوده على تيشيرت الزمالك وعلى كتف الزمالك وعلى ظهره كانوا هم الرعاة بتوع الدوري الممتاز. فاهمين يعني ايه؟ يعني كده كده اعلاناتك موجوده، فانا بدخل الزمالك في السكه، بدخل الاسماعيلي في السكه. الفريق الوحيد اللي لحد دلوقتي عليه رعايه هو فاركو. مفيش فريق تاني في الدوري عنده رعايه غير النادي الاهلي وفاركو. فاركو لان هو صاحب الشركه، وفاركو مش هيجي له اي رعايه من حد تاني، فهو بيعرض لنفسه وبيسوق نفسه بنفسه. حتى الان لا يوجد راعي للدوري المصري الممتاز، حتى الآن لا يوجد راعي لأي نادي في مصر سوى النادي الأهلي. ورابطة الأندية هتعمل يوم 9 إن شاء الله القرعة بتاعت دوري الرابطة. دوري الرابطة اللي هيطلع بنظام خروج المغلوب، وهيبدأ ابتداء من دور ال16. هنشوف الأهلي هيقع مع مين والزمالك هيقع مع مين. اللي جيسوالدو فيريرا أعلن إنه سيخوض مباريات الرابطة بفريق 21 سنة اللي لسه مغلوب 6-0 من نادي فاركو مواليد 2001، اللي النادي الأهلي كسب الزمالك 2-1 وكتبوا إن الزمالك كسب الأهلي 5-1، اللي النادي الأهلي كسب فاركو 2-1 وخد بطار الزمالك. هو المشكلة إن أنت كل ما بتتغلب أنا باجي باخد بطارك. عملتها مع الترجي، عملتها مع الوداد، عملتها مع الرجاء، عملتها مع فرق كتيرة جدا. على طول من يرفع سمعة الكرة المصرية هو النادي الأهلي، من يرفع سمعة الكرة الأفريقية هو النادي الأهلي، الموجود الأول على المحافل العالمية هو النادي الأهلي. أينما تردد اسم الأهلي يعرفه الجميع. اللي الناس طالعة وبتقول لك ان النادي الاهلي في الخليج قليل، ان النادي الاهلي في الخليج مش معروف، ان شعبية الزمالك هي الطاغية في الخليج، مفيش الكلام ده. وشفنا جمهور الاهلي في الدمام بيعمل ايه في بطولة كاس العالم لليد. شفنا الجمهور اللي وقف بيشجع النادي الاهلي وهو في مباراة بنفيكا والاهلي بيفوز 29-28. ما شفناش جمهور للزمالك موجود في مباراة الخليج. ليه؟
فريق الخليج اللي كان فيه 3 من لعيبه نادي الزمالك، حسن قداح واحمد الاحمر اللي اعتزل اللعب الدولي مع المنتخب المصري، وكريم هنداوي كاتونجا كره اليد المصريه. نادي الاهلي السنه دي فريق جديد بستايل جديد بلعيبه جديده، بس فاضل له نقطه واحده بس يقهر نقطة الخوف اللي ما بينه وما بين الزمالك. الزمالك كعبه عالي على النادي الأهلي في كرة اليد في المواجهات المباشرة، وبيكسب الأهلي رغم إن الأهلي اللي بيكون الأفضل. أول ما الأهلي هينهي النقطة دي خلاص يبقى كل الألعاب فيها تميز، إن كانت سلة ولا يد ولا طايرة. ما زال الأهلي هو المسيطر والمهيمن على بطولة السلة، وهو المسيطر والمهيمن على بطولة الطائرة. الزمالك جاب لعيبه اجانب عشان خاطر يسندوه في اليد وفي الطايره وفي السله. هنشوف اللعيبه اللي انت جبتها هيسندوك في اليد والطايره والسله ولا لا. هنشوف فريق السيدات اللي انت خدت واطلقت عليه فريق الذهب لما خدت 4 من لاعبات النادي الاهلي خدتهم عندك للزمالك. هنشوفهم هيعملوا ايه مع لاعبات النادي الاهلي اللي معاهم 2 من كوبا. الاهلي معاه 2 اجانب محترفين في فريق اليد، مع التدعيمات اللي عملها مع اللعيبه اللي موجوده، اللاعبات اللي موجوده عنده في قلب الفريق. وهنشوف حمدي الصافي عامل فرقه خرافيه ستحصد كل الالقاب كما هو المعتاد. الاهلي هو الماسترز في كره الطائره، والان الاهلي هو الماسترز في كره السله. مفيش منافس للنادي الاهلي في كره السله. وزي ما شفنا في البطوله العربيه الاهلي ضيع منه فوز بالبطوله العربيه للعام الثاني على التوالي ببعض الاخطاء الفرديه والتحكيميه. ان انا فريق اكون غالب فرق حوالي 10 في اخر 4 دقائق واخسر المباراه فرق بونت واخسر هجمتين ويتحسب عليا تكنيكال فاول من اخطاء تحكيميه، ده كان فيه خطا من اللعيبه وخطا من التحكيم. أوجست بوش مدرب ليس له مثيل في كرة السلة المصرية، متفرد في لعبه وفي طريقة ألعابه وفي الطرق اللي بينفذها اللعيبة. عند النادي الأهلي أفضل لعيبة موجودة في قلب الدوري المصري وعلى المستوى الأفريقي. شفنا مباراة السوبر وشفنا حجم المشاهدات اللي الناس كانت بتشاهد أبو ظبي أكتر من أون تايم سبورت. شفنا ابو ظبي عادت المباراه 5 6 مرات، اون تايم سبورت لم تعد، ما عادتش مباراه السوبر غير بعد المباراه ب3 ايام. النادي الاهلي نمبر 1 عالميا افريقيا مصريا عربيا. حازم امام وحالات مستميته ومحاولات مستميته للدفاع عن الزمالك في كل المحافل، حتى في الاستوديوهات التحليليه، حتى في الغرف المغلقه. حازم امام شغله الشاغل كيف يكون نادي الزمالك نمره 1 في مصر. الامر ده صعب جدا يا حازم ومش هتعرف تعمله، ولا انت ولا احمد حسام ميدو اللي بيطمع في انه يروح في الاتحاد الافريقي بديلا لهاني ابو ريده، اللي تقريبا الموسم ده او الموسم الجاي هو اخر موسم ليه في البطوله في الاتحاد الافريقي لهاني ابو ريده. عصام عبد الفتاح اللي راح للجنه الحكام الافارقه وبياخد حكام من مصر هم سيئين بالفعل، منهم محمود عاشور وخده عشان يحكم في بطوله افريقيا للمحليين، في بطولة افريقيا للمحليين في حكام الفار. الحكم اللي ممنوع من التحكيم المصري زيه زي ابراهيم نور الدين صاحب الاخطاء الكارثية. كل سنة الترجي بتلاقيه بيوصل لبطولة افريقيا في الدور الثاني بخطأ تحكيمي. مرة من السنة دي ابراهيم نور الدين، السنة اللي فاتت امين عمر يوصل الوداد المغربي، السنة اللي قبليها الحكم الافريقي الاوغندي يوصل جانسي كيزوي يوصل الترجي التونسي. كراتنبرج وفي قاعده مع احمد حسام ميدو ومحمود عاشور وحازم امام وطاجن ملوخيه نهى بيه كل الامور. كراتنبرج عقد صفقه مع الاتحاد المصري وحازم امام. فوتولي ان اروح احلل كاس الامم كاس العالم وانا هسيب لكم وهجيب لكم الحكام اللي انتوا عايزينهم يحكموا مباراه الزمالك والاهلي في بطوله السوبر. زي ما كلنا شفنا كيف كان الحكم سيئا جدا، الحكم اتجاهه واحد.
الانذارات 6 انذارات لصالح النادي الاهلي، انذار وحيد لصالح نادي الزمالك، وزي ما يكونوا مصممين ان هم يفكروهم ب6-1. خلصت حلقتنا، ما خلصتش اخبارنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنونا من اول الاسبوع الجاي، وكل يوم سبت وثلاث، وحلقات عن كاس العالم والفرق المشاركه فيه، وازاي افضل اللعيبه اللي موجودين في كل دوله، ومين صاحب الطموح اللي ممكن يحقق كاس العالم السنه دي. سلام عليكم.